أبها. تحية لكل أهالي أبها، وتحية لكل أهالي الشمال، وتحية لكل أهالي الجنوب، وتحية لكل أهالي الشرقية، ولكل أهالي المنطقة الغربية، وأكيد الوسطى قلب الأخضر لا يزعلون علينا. تحية خاصة أيضا لكل أهالي المملكة العربية السعودية، لكل مواطن ولكل مواطنة فردا فردا نحييكم في هذا اليوم، وأيضا كل مقيم موجود بيننا على أرض الأمن والأمان نقول لكم حياكم الله بيننا في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية. مشاهدينا الكرام، ضيف عزيز موجود عندي الآن في الاستوديو، أيضا عبر عن محبته لهذا البلد الحبيب بطريقة جميلة جدا وبطريقة محببة جدا، خاطب فيها أجمل الناس، خاطب فيها أغلى فئة على قلوبنا جميعا، هم الأطفال. المهندس سعيد مرضي، وهو مؤلف أول قصة للأطفال عن الملك عبد العزيز موحد المملكة العربية السعودية. حياك الله وشكرا على هالهدية الجميلة الرائعة. حياكم الله. اللي هي أول قصة للأطفال. حياك الله. أهلا فيكم. وأولا بهذه المناسبة الجميلة أهني خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين والنائب الثاني وكل الشعب السعودي. حقيقة اليوم الوطني هو مناسبة عزيزة علينا وعلى قلوبنا. حياكم الله. الله يحييك. يعني ما شاء الله قصة جميلة ورائعة. خليني أنا أوريكم، يعني لو تشوفوا غلاف القصة كيف منور برايتنا الخضراء، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصورة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ملك المملكة عبد العزيز آل سعود. من وين جاتك الفكرة وكيف يعني بدأت أنك تنفذها؟ حقيقة هي قصة 4 سنوات، يعني القصة هذه 40 ورقة ولكنها أخذت جهد 4 سنوات. بداية هي من الفكرة. الطفل السعودي لا يجد، يعني بحكم البحث اللي عملته لا يوجد شيء يخدم الطفل في اللامنهجي في تعرف على الملك عبد العزيز وعلى جهود الملك عبد العزيز. رجل قائد عظيم، يعني يحتاج التأليف ليس قصة واحدة ولا يحتاج نعم. إلى آلاف القصص. فهذه انطلاق الفكرة، هي كانت سبب انطلاق الفكرة، بأن ما فيه منهجية. وبالمناسبة أنا ما لي مجال في الطفولة لأول مرة نعم. تأليف القصة، لكن أنا عندي ولله الحمد قدرة في إدارة أي مشروع مثلا. فعملت هذه القصة كمشروع. يعني كنت حسألك السؤال. نعم. أنا حضرتك مهندس. نعم. فأنا كنت أبغى أربط يعني كيف الهندسة ارتبطت مع الطفولة ومع كتابة. في مقولة جميلة للمهندسين، يقول المهندسين هم يعني يستطيعون أن يفعلون أكثر، يعني يهندسوا كل شيء. نعم. يعطيك العافية. ولله الحمد يعني عملت القصة على شكل مشروع. المسألة هو فريق العمل الذي ساعدني في إعداد هذه القصة من بداية الفكرة، ثم جمعت المادة العلمية. لا أستطيع أن أبلور الفكرة كما تقرأين موجود بالطريقة. جمعت فريق العمل المختصين في أدب الطفولة، في مختصين أيضا في الرسم. كانت عندي معايير دقيقة في أن يكون المشروع، كيف سيكون هذا إخراج القصة. كانت معاييري جدا دقيقة في اختيار فريق العمل، وأشكر كل من ساهم أيضا في هذا العمل، وعلى رأسهم أنا راح أسميه المايسترو الأستاذ عازم سعود. يعني صراحة كان له جهود جدا في إخراج هذا العمل. في الإخراج الحقيقة. نعم. يعني ليس في الإخراج ولكن في إخراج النصوص، لأنني جمعت النصوص كنصوص نعم. أدبية، لكن تحويرها إلى الطفولة هو الذي ساعدني فيها. طيب أنا ودي بس لو الكاميرا تقدر. في موجود أيضا. موجودة يعني هي طبعا نعم. موجودة معكم على شايفينها مشاهدينا الكرام. طبعا أول شيء اللي يميزها أنه مكتوبة بخط كبير واضح بلغة عربية فصحى نعم. سهلة بسيطة ممكن أنه يتقبلها أي طفل. الرسومات جميلة، الألوان الحقيقة جذابة. يعني أيضا الورق من النوع الفاخر، فما شاء الله عليك يعني كفيت ووفيت وما في شيء. مساهمتنا هذه قليلة في حق الملك عبد العزيز رحمه الله طيب الله ثراه. المساهمة هذه تعتبر أقل واجب، هذه مساهمة اجتماعية من نعم. نعم. اسمح لنا أستاذ سعيد بعد إذنك ناخذ معانا عبر الهاتف الأستاذة بيان محمود زهران، وهي أول مستشارة قانونية سعودية. نقول لك كل عام وقلبك أخضر إن شاء الله. حياك الله، وكل عام وطننا بخير وسيد وطننا بخير. أهلا وسهلا، كل عام والكل بخير إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذة بيان، اليوم في هذه المناسبة الغالية علينا جميعا إيش حابة تقولي؟ طبعا أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين
ونائب الثاني والأسرة المالكة والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة. نعم. وأدام الله علينا الأمن والأمان. آمين يا رب العالمين. أول مستشارة قانونية، يعني درستي القانون وين والآن أنت ما شاء الله تمارسي عملك، وإيش شعورك يعني وأنت أول مستشارة قانونية سعودية؟ طبعا أشعر بالفخر أنه أنا مواطنة سعودية وبحقق إنجاز لبلدي. طبعا إحنا أول دفعة قانونيات اتخرجنا من جامعة الملك عبد العزيز. نعم. عام 1429. هي كانت يعني أول دفعة في المملكة، وإن شاء الله إنه نكون أثبتنا جدارتنا نقدم شيء بسيط للوطن. إن شاء الله بإذن الله. كيف تري دعم الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للمرأة السعودية بشكل عام؟ يعني أنا معي حق لما أقول إنه عصر أو عهد الملك عبد الله هو العهد الذهبي للمرأة السعودية. طبعا هو أكيد المرأة السعودية يعني في عهد مولاي خادم المؤسس وما زال مستمر. نعم. انضمت لمجلس الشورى، أصبح في قانونيات في كثير، يعني المرأة صار لها عدة أدوار. ما صارت محصورة على البيت وعلى الأسرة، صارت أكثر انفتاح. في تقدم كبير للمرأة. نعم. يمكن أكثر شيء يعني خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الله يحفظه إن شاء الله ويطول لنا بعمره، إنه أعطانا الثقة وأعطى ثقة للمرأة السعودية، وإحنا إن شاء الله إنه فعلا قد الثقة، يعني قد هذه الثقة إن شاء الله، وإنه نكون دائما عند حسن ظن ملكنا وعند حسن ظن حكومتنا الرشيدة، ودائما نقدر نخدم بلدنا بكل ما أوتينا من قوة. كلمة تحبي تختمي فيها أستاذة بيان؟ والله هني كل الأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة. وطبعا الفرحة يعني في قلب كل المواطنين. نعم. وكلنا نشعر فيها. نعم. واحنا كمان اليوم سعيدين بتواجدك معنا وباتصالك ومشاركتك. شكرا لك أستاذة بيان. شكرا لك. شكرا لك. خليني أرجع لمهندس سعيد على القصة الجميلة هذه. طيب الآن هي هذه موجودة في متناول الأطفال في المكتبات. نعم. في المكتبات العامة كيف؟ يعني احنا ذكرت لك من جهدنا 4 سنوات من بداية الفكرة إلى أن أخذنا التصاريح وأخذنا من وزارة الإعلام من إدارة الملك عبد العزيز إلى الآن الطبعات موجودة لم توزع على المكتبات، وفي تواصل الآن مع وزارة التربية والتعليم لكي يعني تكون متواجدة في مكتبات المدارس إن شاء الله بإذن الله. نعم. أنت طبعا احنا قلنا أنه هذه لا منهجية، يعني هي موجودة لا منهجية. أي نعم. الطفل أنه يقتنيها بأي وقت. بالتأكيد. ولكن حتى يعني الطفل الغير السعودي يعني عشان يتعرف ويعرف ايش يعني المملكة العربية السعودية، من هو مؤسس كيان هذه البلد يعني الكبيرة الحمد لله، لها ثقة لها في المنطقة كلها ولله الحمد. طبعا الصور حتكون معانا الآن على الشاشة، حتشوفوا صور هذا الغلاف بالنسبة لملك المملكة العربية السعودية. الغلاف وندخل من جوا نحكي من البداية. نعم. كيف البداية؟ نعم. عندما بدأت في البحث يعني رجعت تقريبا، يعني كانت مرجعيتي هو إدارة الملك عبد العزيز وأيضا مكتبة الملك عبد العزيز العامة، فبحثت في أكثر من 200 كتاب مختصة فيه، وجدت ثروة في معلوماتية عن الملك عبد العزيز. بعض المعلومات لأول مرة أطلع عليها، فكان عندي صراحة يعني جهد عن أي شيء سأتحدث. يعني أخذت معلومة يمكن أنه يعني غير أنه هو ما شاء الله قائد عظيم ومؤسس، أخذت من البداية من النشأة من الطفولة معلومات شخصية. معلومات شخصية من بدايته من طفولته. في معلومات شخصية كيف كان قائد في طفولته، أيضا في معلومات شخصية مع أسرته مع والديه كإنسان